نحن عندنا غفلة كبيرة جدا عن كتب المتقدمين من علماء الأمة. الأخ يقول السلف، بعض الناس عنده حساسية من السلف، ما نقول السلف، نقول المتقدمين من علماء الأمة. نقصد القرون الثلاثة يعني هذا من أتباع التابعين، يعتبر في طبقة أتباع التابعين. توفي وكيع سنة 197، يعني في طبقة أتباع التابعين. أقول وسنرجع إلى كتاب الإحياء، لكن أقول إن هذه الكتب التي كان يعنون لها بعض المتقدمين بهذا الاسم، اسم الزهد، الإمام أحمد له الزهد، الإمام أحمد وهناد بن السري وابن المبارك، مجموعة من الكتب كتبت باسم الزهد، وأيضا في كتب الرقائق، وصحيح البخاري فيه مليء بهذا. هذه الكتب هي الحقيقة الأصل الذي يحسن بنا أن نرجع إليه، ولكن عندنا انقطاع كبير جدا جدا عن هذه الكتب. لو تأملنا مثلا في فهرس هذه الكتب، يعني تصور فهرس، يعني هذا فهرس إن كان استطاع أيضا المخرج أن يخرجه، تجد عناوين يعني تستغرب. اقرأ لي بالله. مثلا باب من أتى مسجد قباء، باب الكذب، ما علاقته بالزهد، باب صلة الرحم، ما علاقة. شو لاحظت الآن؟ جميل. هذا الآن منهج تربوي متكامل للمسلم، يعني منهج تربوي متكامل، لكن من أين؟ من قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. فإذا نحن عندنا غنية كبيرة جدا في هذه الكتب. فإذا نحن تربينا على هذه الكتب، تربينا على قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وضبطنا هذا الأمر، فلا بأس أن نعود بعد ذلك إلى مثل كتاب إحياء علوم الدين وغيرها، فيكون عندنا الأصول الصحيحة من قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نستطيع أن ندلف إلى مثل كتاب إحياء علوم الدين. وكتاب الحقيقة نفيس وفيه فوائد، وإن كان طبعا عليه ملحوظات كبيرة جدا، ولهذا لا يصلح للمبتدئين. لكن هناك له أكثر من اختصار. القاسمي له اختصار، له اختصار القاسمي ولغيره، لكن حتى من أراد أن يستفيد من كتاب الأصل، أحيانا بعض المختصرات في بعض المواطن يعني تذكر بعض الأشياء، مع أنه قد يكون هناك أشياء مفيدة فيه، لكن لو قال أريد أن أقرأه نفسه، على الأقل نقول أسس نفسك بهذا العلم الذي كتب فيه الغزالي رحمه الله تعالى، وما يتعلق بهذا الأمر.